هل فعلا اللاعب سفيان بوفال على رادار الأهلي؟ وهل فعلا الأهلي ممكن يفكر يشتري اللاعب سفيان بوفال اللاعب المغربي؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال فيديو النهاردة. بس في البداية لو انتوا أول مرة تشوفونا بنتمنى ننزل نعمل لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الأخبار الحصرية عن النادي الأهلي والكرة المصرية والعالمية. بيرتبط اسم اللاعب الدولي المغربي سفيان بوفال بالانضمام إلى فريق الأهلي المصري عقب فك ارتباطه بالتراضي مع نادي الريان القطري. انضم بوفال إلى الريان القطري في صيف 2022 بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 لما احتلت المغرب المركز الرابع عالميا. وللعلم اللاعب سفيان بوفال بيلقب بنيمار العرب، ولعب في الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإسباني بالإضافة للدوري القطري عن طريق نادي الريان القطري قبل ما يتم فسخ التعاقد بينه وبين نادي الريان. ولكن قبل ما نعرف إذا كان فعلا هيوقع للنادي الأهلي ولا لا، ولا هل الأهلي طلبه ولا لا، لازم نعرف إن تم فسخ عقد سفيان بوفال اللاعب المغربي من صفوف نادي الريان القطري بعد عدم الاتفاق على قيمة العقد، لأن اللاعب بيطالب بالحصول على 4 ملايين يورو. في حين برضه للعلم النادي الأهلي أقصى ما يمكن أن يدفعه للاعب أجنبي هي 2 مليون ل 2 مليون ونص يورو. ما نعتقدش إن الأهلي هيدفع أكتر من كده. بس عقب فسخ عقده مع الريان بتشير تقارير إلى تواجد اسم اللاعب المغربي على طاولة مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي المصري كأحد الخيارات المرشحة لتدعيم الخط الأمامي لبطل إفريقيا. وأضافت المصادر أن مدرب المارد الأحمر أبدى موافقة مبدئية على ضم نجم المغرب، وبات الأهلي المصري من أبرز الأندية اللي محتاجة لخدمات اللاعب المغربي سفيان بوفال، خصوصا بعد ما تم شراء اللاعب أشرف داري واللاعب يحيى عطية الله نجوم المنتخب المغربي الشقيق. وكان كتب الفريق القطري على حسابه بموقع إكس: توصل نادي الريان الرياضي واللاعب إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي. شكرا سفيان، تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل. وكان سفيان بوفال قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في نهائيات إفريقيا الماضية بكوت ديفوار، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة. ولكن هل الأهلي سيدفع قيمة هذا المبلغ للاعب سفيان بوفال لضمه في سوق الانتقالات الجارية؟ الإجابة سنعرفها في خلال الأيام القادمة. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد من أخبار الرياضة المصرية والعربية والعالمية.